السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو على خير وبأتم صحة وسلامة يا رب. اليوم عندي معكم المحينشة بحشوة مالحة، إن شاء الله نتمنى تنال الرضا ديالكم. هنا عندي تقريبا واحد 500 غرام ديال لادانت اللي قطعتها على هذا الشكل هذا. هنا غادا نضيف التوابل اللي غتمشي لي مع هاد الحشوه. هنا عندي الملح، الابزار، الشعري، القامه ديال البسطيله، البابريكا، عندي معلقه ونص ديال صوص صوجا. غنخلط هاد العناصر ومن بعد غنضيف تقريبا واحد ربع كاس ديال زيت البلديه، وغنحك عليها واحد 2 دروس الثوم، ونخلط هاد العناصر هادو ونخليها كترقد في هاد القامه واحد 15 دقيقه هكذاك، ونمشيو نعدلو العجين ديالنا. انا عندي واحد 600 غرام ديال فورس، على حسب كل وحده تقدري ديري اقل تقدري ديري اكثر. هنا ضفت ملحه على حسب العجين اللي عندي، ضفت واحد المعلقه الخل، ضفت واحد المعلقه السكر، غادي نضيف واحد ربع كاس ديال الزيت، وعندي واحد المعلقه ديال الخميره الحلويات. ومن بعد غادي نخلط بالماء اللي غيجمع لي هاد العجين. واحسن ان العجين تكون جامعه راسها شويه، ما تكونش مرفوفه، باش نعدلوها بواحد بدون ما تقلقنا في الجميع وفي الطراق وفي داكشي. انا غنخليها حتى هي كتراجع مع بعضياتها تقريبا على الوقت اللي غدا نعدل فيه هذيك الحشوه. نغطيها ونخليها على جنب، ونمشيو نعدلو الحشوه ديالتنا. هذا لادانت اللي كنا رقدنا، غادي نخليه حتى كيتشحر ويشرب داك الماء ديالو. ومن بعد غنزل واحد 2 كوبات ديال البصله مقطعين في هذيك المقله الانيه اللي طبخت فيها لادانت. هنا غادا نتبل هاد البصل اللي عندي بالملحه والابزار، البابريكا ولقامه البسطيله، وغنحك واحد شويه الزعتر. لما طيح لي هاد البصله هادي غنزيد عليها واحد فلفله خضراء وفلفله حمراء كتبقى اختياريه، وغنطفي عليهم وغنضيف ليهم داك لادانت اللي طيبت. انا هاد ربعت لي طونش ديال فروماج ساندويتش، يعني كيبقى حتى هو اختياري، عندك عملي ما عندكش، لاني في الاخير غادي نضيفو موزاريلا. هنا غنطفي عليه وغادي نمشي نعدل معكم داك العجين على شكل كويرات. غتخرج لي تقريبا واحد 5 كويرات اللي غيكونوا شويه كبار ما بين وما بين. هنا الانيه اللي غادي نحط فيها خاصها تكون شويه حتى هي مبله بشويه الزيت. غنغطي هاد الكويرات وغنخليهم حتى هما يرتاحوا، ونمشي نكمل الحشوه ديالي. الحشوه اللي عندنا غادا نضيف ليها الشعريه الصينيه، تقريبا درت واحد 3 القطع بعد ما كبيت عليهم من الماء طايب وخليتها حتى شربت شويه، وعاد قطعتها. هنا عندي فروماج موزاريلا، على حسب يعني نتي الموجود عندك، تقريبا واحد نص ربعه هكذاك. وهنا غادي نورق العجين ديالي حتى كيبان لي سطح العمل بكل راحه. ومن بعد ما كيتورق لي هاد الكره هذه كتورق مزيان، وكنعرف وكنشوف بانها راها خدات حقها من التوراق، غادا نرشها بشويه الزبده، ومن بعد غنرشها بشويه مايزينا.
هنا غادي نحط الحشوه ديالتي على شكل مستطيل، ومن بعد غادي نرد عليها الورقه، وغنبقى ماشيه بها هكذاك حتى نحس بها خدات حقها من الورقه. صافي غادي نقطع، غادي نلفها على هاد الطريقه هذه، وغادي ننزلها في الصينيه اللي غطيب فيها على هذا الشكل هذا. وغنمشي الكره الثانيه حتى هي غادي ندير لها نفس الشيء، وكذلك الثالثه والرابعه لاخر الكريات اللي كاينين عندي، نفس العمليه. كتجي ساهله وزوينه، والورقه والعجين كيكون طايع في اليد، يعني ما كيتقطع ما حتى حاجه. عدليه كيف ما بغيتي، وان شاء الله نتمنى الاعجاب ديالكم وتعدلوها في هاد الايام اللي باقيه، لان هاد الايام الاواخر ديال رمضان كنحيرو صافي داكشي اللي عندنا كله كنحطوه، كنعياو والحمد لله. نتمنى هاد الشكل الجديد اللي جبته لكم اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ورا العجين كيجي مقرمش، ملي كطيب راه كتجي مقرمشه غزاله الصراحه. هي هذه. يلا انا معكم دابا حتى الاخر. هذه اخر كره واخر لفه ديال المحنشه. هنا غادي ندير واحد البيضه وغنسرحها فوق المملحه اللي عندنا، ومن بعد غادي نرش عليها واحد شويه. انايا درت زنجلان، نتيا حره سيداتي ديري اللي بغيتي. وهي المحنشه ديالنا واجده محمره مقرمشه وغزاله، تستاهل يديكم ان شاء الله. نتمنى تنال الرضا ديالكم، وما تبخلوش عليا باللايك وبالاشتراك وبالبارطاج اذا عجبتكم هذه الوصفه ان شاء الله يا ربي. الى اللقاء.